عمر عصر محدش يجي يلوم عليه لو اتجنس لدولة تانية. عمر عصر هيبقى زيه زي الشرباجي، هيبقى زيه زي كيشو اللي من يومين راح اتجنس لامريكا. مش هيبقى فارق معاه، لان هو بيشوف اقصى معاملات الدرجة المعفنة. لان اتحاد التنس الطاولة ابنه مش في التصنيف وموجود وحاطط رجل على رجل، حاطط رجل على رجل قدام اللعيبة، مش عايز يسلم. دي قلة ادب، دي عزبة. مصر بقت عباره عن عزب في الاتحادات. اتحاد الكوره فيه عزبه، اتحاد التنس الطاوله عزبه، اتحاد المصارعه عزبه. مفيش رقابه. فين وزير الرياضه؟ فين وزير الشباب والرياضه في المهزله اللي بتحصل دي؟ المفروض اقاله وزير رئيس الاتحاد ده النهارده لما يطلع يفرش لك الملاعب لعيب محترف ده عايش في المانيا، يعني ممكن يتجنس بكره. انتوا مجانين. النهارده اشرف صبحي المفروض تكيل رئيس اتحاد التنس الطاوله ده اللي بعتهم من غير دكتور، بعت البعثه من غير دكتور. بصراحه كوارث، كوارث في مصر. عمر مصر ما تتقدم طول ما هي ماشيه بالعزب، طول ما كل واحد بقى بيمسك الكرسي ويركب ابنه وخالته وعمته وبنت خالته. عمرها